سنة 1885. فلاحة مصرية بسيطة عادي جدا قاعدة بتزرع الأرض، لقت لوحة من الطين عليها نقوش وكتابات غريبة، جمعت شوية منهم وراحت ودتهم لتاجر وخدت مكانهم شوية قروش بسيطة. التاجر ده خد الألواح دي وراح عرضها على خبراء الآثار، وأول ما شافوها خبراء الآثار صابهم الذهول والمدينة اتقلبت. بدأ التنقيب في المكان بتاع اللوحات ده. تخيل لقوا ايه؟ لقوا 382 لوحة غير اللي ضاعوا وغير اللي اتكسر. طبعا الألواح دي اتوزعت في جميع أنحاء العالم، بس ألمانيا كان ليها النصيب الأكبر منهم. المكان اللي اكتشفوا فيه الألواح ده طلع أرشيف مراسلات الملك، حاجة كده شبه مكتب البريد بيحطوا فيها الجوابات. اللوحات دي عبارة عن أساطير وملاحم ومعاجم ومقاطع لفظية، والأهم الرسائل المتبادلة ما بين ملوك مصر أمنحتب الثالث، إخناتون، توت عنخ آمون، وملوك الشرق الأدنى، ورسائل تانية متبادلة مع حكام الولايات التابعة لمصر زي فلسطين وسوريا. الرسائل دي كان أغلبها جاية لنا وعدد صغير